السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. الأستاذ عمرو أديب المطبلات المعروف طبعا الشهير السعودي المصري طلع بيكيل في الشعب وبيقول أنا مرتبي 2 مليون دولار ونص في السنة، ما يعادل حوالي 150 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 10 ونص أو 15 مليون شهري. إيه الإنجاز اللي أنت عملته يا أستاذ عمرو عشان تطلع تكيف في الشعب؟ يعني هو الشعب المصري ناقصك؟ يعني كفايه اللي حصل بسببكم وسبب تطبيلكم للنظام وقله ادبكم وتكبركم على الشعب المصري، كمان طلعت تكيد فيه وتقول مأساتك الوحيده في الايام الماضيه مع كرتونه البيض. بيض ايه ده؟ انت لو اشتريت بفلوسك بيض ذهب مش هتخلصه. اللهم لا حسد، اولا دي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس ايه الانجاز اللي انت عملته في حياتك تستاهل عليه مرتب زي ده؟ الا اذا كان حاجه بقى خارج عن القانون او تطبيل. ادي اللي انت عملته في حياتك، وما تستعين بالدول العربيه اغيثوا مصر. مصر مش محتاجه اغاثه، انتوا لبسونا في الحيطه وخلاص، واللي هيشيلوا الطين الشعب المصري والجيش المصري سيادتك وامثالك. وان كان الناس المسيسه والنظام في ثواني هيبقى بره وتتسبب زي ما بشار كده خلع وساب سوريا دلوقتي للمجهول. نفس الحكايه اللي هيحصل منكم. وصلتونا فضلتوا 13 سنه وما تطبلوا النظام. احنا في رفاهيه وكفايه الامن والامان واحنا ما حصلش، ما فيش مشاكل في البلد، ما فيش. انتوا دي ناس مضلله، دي ناس خونه، دي ناس عملاء، لغايه ما وصلنا لغايه ان الحياه دي كلها المترتبه في 13 سنه وصلنا لها، اللي هي وصلتنا ان احنا دخلنا في حرب. هندخل في حرب كده مباشره كده مع امريكا ومع الله اعلم هيحصل فيها ايه. ما نتمناش طبعا الحرب، احنا عارفين مساوئ الحرب ايه، احنا عارفين كلنا مساوئ الحرب ايه، لكن اذا جت لنا لغايه عندنا فنحن لها. على راي زوجتك السيده لميس، يعني نحن لها. هنعمل ايه؟ الشعب الغلبان المسكين وظباط الجيش ولادنا من كانوا ظباط. فبلاش حضرتك تزايد على الشعب المصري وتطلب احنا مش هنعيش دنيا واخره نتسول من الدول العربيه. احنا قلنا لكم الدول العربيه كلها المطلوب مش مصر بس هي مصر رقم واحد بحكم قربها من فلسطين ومن غزه. يعني هم في نفس الخندق معانا، يعني مش محتاجين احنا نتسول. يعني تسولنا عليهم بفلوس قبل كده، الحقونا هنموت، ما فيش الاقتصاد، مش الاقتصاد كمان راح تتسول مساعدات ايه اللي هتتسول عليها؟ يساندوا مصر في ايه؟ طول عمر مصر هي اللي كانت القائد في الموضوع ده، هي رمانة الميزان مصر. والتانيين هيساعدوا ما يساعدوش بالسلامه ولا انهم زيهم زينا، اللي يسرع علينا هيسرع عليهم. مش محتاجين ذل، انت تاخد على جفاك انت من السعوديه عشان يساعدوك يدوك مرتب الكبير دهواتي. انت حر تسول على نفسك، ما تسولش على الشعب المصري. الشعب المصري فيه ما يكفيه، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اتعمل فينا في 13 سنه دهياتي. ادينا كده لبسنا في الحيط، والشعب المصري هو اللي هيشيل الطين. ان كان هيواجه الشعب المصري، ان كان هيتهزم الشعب المصري، ان كان هينتصر واحنا بقى ونصيبنا. يبقى كل الوقت البلد كلها على هبه الاستعداد ان احنا ازاي نواجه الطوفان اللي هيتفتح علينا من ناحيه الشرق. الطوفان اللي انتوا وصلتونا ليه، فضلتوا تكدبوا لغايه ما وصلنا للنهايه. عايزين ايه تاني؟ انت وغيرك طالعين تطبلوا لايه تاني؟ مرتب ايه؟ 2 مليون ونص دولار. يعني انا مش عارفه والله الناس دي ايه، والله اقسم بالله العظيم مش عارفه. يعني الناس مش لاقيه، اقسم بالله العظيم الناس بتفرق معاها جنيه واحد بيفرق معاه. انا حصلت معايا مشكله والله العظيم امبارح بالغلط كده، حولت فلوس على فودافون كاش وما كانش فلوسي، كانت امانه عندي المفروض اوصلها من ناس لناس، توصلت بالغلط. قسما بالله كان هيجي لي جلطه ومبلغ بسيط، مش يعني بالنسبه لي كان الامله. يعني حتى راجل طلع محترم، راجل يحول لي الفلوس تاني وقال لي المبلغ اللي انت بتقولي ده انا هصرفه في ليله، يعني وما اعرفش اصرفه في ساعه. يعني عايز اقول له يا سيدي انت بالنسبه لك انت في ساعه، انا بالنسبه لي يعتبر ازمه، خصوصا ان هي مش فلوسي. فعايز تطبل براحتك، لكن ما تجرش على حقوقنا احنا كمان. ما تجهروش الناس مش لاقيه تاكل فعليا. الناس مش لاقيه تاكل، الناس داخله على رمضان الله اعلم بيها. والله انا كنت طالعه اتكلم النهارده في نحاول كل واحد جنبيه جاره، اكيد في كل شارع، في كل حاره، في كل بيت، وفي كل بلد في فقراء كتير وعارفينهم بالاسم. اللي كان يقدر يساعد بجزاز الزيت بكيلو سكر ما اعرفش بيه على دخلة رمضان دي، نسند الناس شويه اللي على قد المستطاع. وفي ناس انا عارفه ان ربنا موسع عليها كتير وتقدر تعمل حاجات كتيره وبتعمل. يعني في الخير الحمد لله، الخير في البلد دي لسه ما زال برضه. يعني انا كنت طالعه اتكلم والله العظيم في موضوع المساعدات ده، لقيت مصيبه بتاعت عمرو اديب اللي طلع يقهر الناس ويحصرها ابو 2 مليون دولار ونص ده. يعني انا مش عارفه والله الناس دي الحل فيها ايه. والله غرت في 60 دقيقه، رحت في السعوديه. خلاص خليك يا سيدي طبل يا سيدي للسعوديه براحتك، طبل يا سيدي للسعوديه براحتك، لكن ما تموتوش الناس كده يا جماعه. حرام اللي بيحصل فيهم ده، حرام اللي بيحصل في الناس ده، والله العظيم اقسم بالله العظيم حرام كده. سيبونا في حالنا، يعني فقر وهم ومرض
واقتصاد بايظ وقله علاج وقله مرتبات. يعني مالين يعشمونا بالمعاشات هتزيد، المرتبات هتزيد، ويطلعوا بكل برود بمنتهى التناحة يقول لا هنعملها هتتنفذ في شهر 7. طب ايه الجديد يا سيدي؟ ما انت ما هو ده اوتوماتيك في شهر 7 المفروض من كل سنه. كان معروف، كان بيطلع حسني مبارك يقول منحه العمال في 1/5 وما اعرفش وايه اللي بيحصل في شهر 7. ده ثابت من ازل الازل. ايه اللي سيادتك زدته؟ ادينا ادلك سنه ولا هزود المعاشات، هزود مرتبات. والمعاشات مش من جيب ابوك انت وهو، المعاشات دي كده دي فلوس ناس كانت بتطفح الدم وبتشتغل وبتخصم منها كل شهر وبتروح صناديق وحاجات بيستثمروها لصالح الناس اللي اصحاب المعاشات، الناس اللي بتكبر في السن اللي هي اولى بالرعايه. يعني بيطلع المعاش ده بيطلع فوق 60 سنه، ناس عندها 70 وناس 80 وناس 90 سنه محتاجه علاج ومحتاجه رعايه اكتر ما كانت في شبابها في الشغل. تروح الدوله تاخد في وزاره الماليه تاخد معرفش 400 مليار جنيه من فلوس المعاشات، والوقت انت بتتحكم تقول هتدينا ولا مش هتدينا. لا وطالع لي احمد موسى وطالع لي مصطفى بكري لا زياده المعاشات هتوصل المرتبات 7000 جنيه. ايه 7000 جنيه تعمل ايه؟ ده الشيء بتاع رمليه ما اعرفش ولا بيقول لك ابره في بحر. لا وهنعمل ما اعرفش حزمه اجتماعيه نوفر السلع ما طول عمرها متوفره طول عمرها السلع. مين قال لك السلع اختفت؟ السلع موجوده بس ما فيش فلوس نشتري بها السلع دي. مين اللي قال لك؟ لا احنا محتاجين فلوس يا سيدي، يا اما تثبت الاسعار مش تثبت يعني، يا اما خلاص ما كانش يبقى فيه زيادات. واحنا مش عايزين زياده من اشكالكم، مش عايزين اي زياده منكم، سيبونا في حالنا. ما تموتوش الناس، حرام عليكم، حرام عليكم بتعملوا في الناس ده اهو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل.